بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده موعدنا مع حل محافظة الجيزة، المحافظة الثالثة في الهندسة. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي، ولو لسه ما اشتركتش في القناة تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش طبعا تدعمنا باللايك والشير لاصحابك عشان تدعمنا ونقدر نكمل معاكم ونفيدكم بكل معلومة ان شاء الله. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. واحد، عدد محاور تماثل المثلث الذي قياس زاويتين فيه 40 و70 درجة هيساوي. هو هنا بيقول لي أنت عندك مثلث فيه زاويتين، واحدة ب40 واحدة ب70. تعرف تقول لي عدد محاور التماثل؟ عشان أعرف أجيب عدد محاور التماثل لازم أعرف نوع المثلث. طيب، يبقى بداية كده لازم تجيب الزاوية التالتة. قياس الزاوية التالتة هتساوي 180 ناقص معاك 40 زائد 70، فدي كده 110. يبقى قياس الزاوية التالتة بتساوي كام درجة؟ 70. إذا أنت عندك زاوية كمان ب70، زاويتين كل واحدة فيهم ب70، يبقى المثلث ده ماله؟ متساوي الساقين. يبقى عدد محاور المثلث المتساوي الساقين هو محور واحد فقط. طيب لو كانت الزاوية التالتة مختلفة، فالتلات زوايا مختلفين، يبقى عدد المحاور صفر. أما لو كانت التلات زوايا متساويين فعدد المحاور تلاتة، هنا ده كده يكون مثلث متساوي الإيه؟ الأضلاع. اتنين، طول الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 30 درجة في المثلث القائم الزاوية. هو بيسألك عن طول الضلع اللي بيقابل الزاوية 30 ديّة، نظرية واخدينها أو نتيجة، فبيساوي نُص الوتر. يبقى الاختيار أ. السؤال رقم 3، قياس أي زاوية خارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع تساوي 120 درجة، وكلنا عارفينها لأن أي زاوية جوّه ب60 مجموع 2 بتساوي 120 درجة. السؤال الرابع، إذا كانت هاء تنتمي لمحور تماثل س ص، فإن هاء س وهاء ص تساوي. طيب هو هنا السؤال بييجي كتير وبيتكرر كتير في الامتحانات. تعال أمّا أفهّمه لك وأفكّرك بيه تاني. بيقول لك أنت لو معاك قطعة مستقيمة اسمها س ص، ركّز معايا، أدي اسمها س وص، وعندك محور تماثل ليها، يعني بيقسمها نُصّين، وفي نقطة بتقع عليه اسمها هاء. فطبعًا المسافة بيسألك عن المسافة هاء س والمسافة هاء ص، وهنا عارفين إن المسافتين دول متساويين. ما دام النقطة بتقع على محور التماثل يبقى المسافة بتساوي المسافة، المسافة دي بتساوي المسافة دي. طيب خُد بالك هنا بقى، لو جه قال لك إن هنا في قطعة مستقيمة وقطعة مستقيمة، أنا قعدت لك على الرمز والرمز قطعة مستقيمة، فأنت هتختار تطابق. أمّا لو حذف، معلومة مهمة خُد بالك أوي، أوي، لو شال قطعة مستقيمة دي والقطعة المستقيمة دي، فأنا هنا باختار مين؟ باختار يساوي، يبقى من هنا أقول له يساوي. السؤال الخامس، س، ص، ع قياس زاوية ع ب70 درجة وقياس زاوية ص ب60 درجة، تعرف تقول لي مين أكبر؟ تعالَ أمّا أقول لك. بما إنه مدّيك زاويتين فتروح تجيب لي الزاوية التالتة. المثلث 70 60 يبقى ده كده 130، يبقى قياس زاوية ع دي بتساوي 50 درجة. طيب هو ص ع دي زاويتها س، طيب وس ص، س ص زاويتها ع. طب ما تيجي نقارن ما بين زاوية س وزاوية ع. زاوية، هو مدّيك هنا sorry، إحنا المفروض كنا جِبنا زاوية هنا، المفروض كنا جِبنا زاوية س، قياس زاوية س، لإنه مدّيني ع وص أجيب أنا س. زاوية س ب50 درجة، وزاوية ع دي ب70 درجة، يبقى الزاوية الكبيرة بيقابلها ضلع كبير، يبقى هنا ده أكبر. تعالَ أمّا أفهمها لك برّه تاني. هو قال لك شوف لي ص ع أكبر والّا س ع، فأنا هاروح أقارن بين الزوايا لإن معايا الزوايا. ص ع دي زاويتها س، وس ع دي زاويتها ص. طب عايز أعرفها يا مستر، يا إما ترسم مثلث يا إما تشوف الرمز اللي فاضل من الرمزين دول بالمثلث. يعني المثلث اسمه س ص ع، هو كتب لك ص وع، يبقى الرمز اللي فاضل هو الزاوية. كتب لك س وع، يبقى الرمز اللي فاضل هو الزاوية. طيب زاوية س أنا جبتها ب50 درجة، وزاوية ص معانا ب60 درجة.
هو هنا كان طالب س ص سوري. فأنا هاكتب له زاوية عين. طب وزاوية عين يا شباب معانا ب70 درجة، فدي 70 ودي 50 يبقى زاويتين أكبر، يبقى الضلع بتاعها أكبر اللي هو مين؟ س ص. يبقى نختار مين أكبر. طيب السؤال السادس، إذا كان قياس إحدى زوايا مثلث قائم يساوي 45 درجة، كان المثلث متساوي الأضلاع ولا مختلف الأضلاع ولا متساوي الضلعين ولا غير ذلك؟ هو هنا بيسألك على نوع المثلث. ما دام بيسألك عن نوع المثلث يا شباب فلازم أجيب الزوايا. هو بيقول لك إحدى زوايا مثلث قائم. هو المثلث القائم ده، ركز كده معايا، المثلث القائم، أنا معايا مثلث قائم أهو. ده كده مثلث قائم في زاوية ب90 درجة، بيقول لي إحدى زواياه 45. أنت إيه رأيك لو في مثلث زاوية ب90 وب45 يبقى التالتة بكام درجة؟ ب45 برضه، يبقى في زاويتين متساويتين، إذا في ضلعين متساويين، يبقى المثلث ماله؟ متساوي الساقين، يعني متساوي الضلعين. السؤال التاني، أكمل كل مما يأتي. نقطة تقاطع متوسطات المثلث، تقسم كل متوسط بنسبة. ببدأ عشان أقول النسبة لازم أحدد من جهة مين؟ من جهة الرأس، يبقى خلاص يبقى من الكبير للصغير، من 2 إلى 1. السؤال التاني، عدد متوسطات المثلث القائم الزاوية. هنا ما تخليش يضحك عليك بنوع المثلث. هو المتوسطات أي مثلث في الدنيا له 3 متوسطات. المثلث أ ب ج في قياس زاوية ب بتساوي 2 من قياس زاوية ج، وقياس زاوية أ ب90 درجة، وكان ب ج ب12 سم، فإن أ ب بتساوي. وهنا بيقول لي إن الباء ضعف الجيم. الباء ضعف الجيم، يبقى كده الباء هي الكبيرة. تعالى نرسم المثلث عشان نوضح الدنيا أكتر. أدي معاك مثلث قائم. ده كده مثلث قائم في أ. يبقى هنا زاوية مثلا باء وهنا زاوية ج. طيب لما يكون الباء ضعف الجيم، وهي أصلا خدت زاوية ب90 درجة، يبقى الزاويتين اللي فاضلين ب90. ما دام ضعف واحدة ضعف التانية، فأنت تقول لي واحدة فيهم ب60 واحدة ب30. طب واحد تاني عايز يعرف جت إزاي، فأقول لك تعالى. لو جيت أخدت نسبة أ قياس زاوية باء إلى قياس زاوية ج، هي 1 2 إلى 1، يعني الباء ضعف الجيم. طب المجموع بتاعهم، المجموع بيساوي 3. طب لو حضرتك عايز تجيب الباء قياس زاوية باء، فهتقول لي هو المجموع بتاع الزاويتين 90 درجة، لأن أنا خدت 90 درجة، فقياس زاوية باء هتساوي، حط عندها س، اللي هي هتساوي 2 في 90 على 3. 2 في 90 ب180 على 3 فيها ال60. دي طبعا النسبة بتاعت سنة 6 ابتدائي، يبقى قياس زاوية باء ب60. يبقى إذا قياس زاوية ج بكام يا شباب؟ ب30، لأنها ضعفها. طيب أنا كده جبت مين؟ جبت قياس زاوية ج ب30 وقياس زاوية باء ب60. كنت ممكن أجيبها على طول من غير النسبة دي. طيب الباء ج معايا ب12. هو قال لي باء ج ب12، روح حطها ب12 سم. فإن أ باء المسافة دي، طيب المسافة دي هي ضلع مقابل للزاوية مين؟ للزاوية 30، والضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوتر، اللي هو الوتر مين؟ 12 سم، يبقى 6 سم. السؤال أصلا حل نفسه من الأول، والإجابة دي كانت هتبقى معروفة، بس أنا كنت عايز أوضح لك الدنيا. السؤال الرابع، أكبر أضلاع المثلث القائم الزاوية طولا هو. هنا المثلث قائم وبيقول لك أطول الأضلاع هو الوتر. دي نتيجة عندك المفروض تكون عارفها وحافظها. طول المتوسط في المثلث القائم الزاوية الخارج من رأس القائمة يساوي قد إيه من الوتر؟ لو ذكر المتوسط الأول وعايز قد إيه من الوتر، فهو بيساوي نص.
السؤال الثالث، إذا اختلف قياس زاويتين في مثلث فأكبرهما في القياس يقابل. بيقول لك لو اختلف قياس زاويتين في مثلث فالزاوية الكبيرة يقابلها إيه؟ ضلع أكبر من الأخرى. شوف السؤال التالت يا شباب. في الشكل المقابل د منتصف أ ج ه منتصف ب ج اللي ه منتصف ب ج. تمام؟ المسافة دي قد المسافة دي. وقياس زاوية ب أ ج ب60 درجة، دي كلها يا شباب ب60 درجة. وأ ج ب18 ادينا أ ج دي كلها ب18، وقياس زاوية أ ج دي بكام؟ 90 درجة. عايز طول بقى د، المسافة بقى د، والباء م، والألف باء. تعال نحدد كده الباء د. الباء د ده هو ده المتوسط الخارج من رأس القائمة. فتعال نكتب البرهان بتاعنا كده بكل هدوء خالص ونقول له إيه؟ في المثلث الكبير، ثواني يا شباب ركز معايا بقى يلا. نقول له في المثلث أ ب ج، ده ماله؟ قائم في مين؟ في باء. بما أن د منتصف أ ج، يبقى إذا بقى ده إيه؟ متوسط، يبقى بيساوي نص الوتر. يبقى الباء د بيساوي نص مين؟ أ ج. يبقى إذا بقى د نص ال18 هتساوي 9 سنتي. كده أنا قدرت أجيب الباء د المطلوب الأول. طيب عايز أجيب بقى مين؟ ما أنا أثبتت خلاص إن الباء د ده متوسط. تقول له برضو بما أن الهاء ده منتصف باء ج، يبقى إذا دلوقتي الميم دي هي نقطة تقاطع متوسطات المثلث. لأن أنا أثبتت إن الباء ده متوسط، والألف هذا كده متوسط، يبقى الميم نقطة تقاطع متوسطات المثلث. طب هو طالب الباء ميم، نقول له الباء ميم دي بتساوي تلتين من الباء د كلها. طب ما أنت جبت الباء د بكام؟ ب9، دي كلها ب9 سنتي. يبقى نقول له الباء ميم بتساوي 2/3 في الباء د، يبقى تساوي 2/3 في 9 هتساوي 6 سنتي. يبقى كده قدرنا نجيب مين؟ طول الباء د. الباء ميم. طيب تعال نشوف الألف باء طوله بكام. لو خدت بالك هو قال لك قياس زاوية أ ب60 درجة وقياس زاوية ب 90 درجة، يبقى إذا قياس زاوية ج هتساوي 180 ناقص 60 زائد 90 هتساوي 30 درجة. يبقى أنا كده زاوية ج دي ب30 درجة. طيب ما أنا عارف إن الملحوظة عندي إن الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص طول مين؟ الوتر. فأقول له إذا أ ب بيساوي نص الألف ج. يبقى من هنا الألف باء هيساوي نص في 18 هيساوي 9 سنتي، يبقى هو ده المطلوب إثباته. السؤال بقى بيقول لي أ باء ج مثلث فيه قياس زاوية أ ب40 درجة وقياس زاوية باء ب50 درجة، رتب أضلاع المثلث تصاعديا. هو هنا عايز يرتب أضلاع المثلث يا شباب ركز. ما دام عايز يرتب أضلاع المثلث يبقى لازم يرتب مين الأول؟ الزوايا. يبقى رقم واحد أروح أجيب الزاوية التالتة اللي هي قياس زاوية مين؟ قياس زاوية ج. معايا زاوية ب40 وزاوية ب50 ب90، يبقى قياس زاوية ج أقول له 180 ناقص 40 زائد 50 تساوي 90 درجة. فراح أرتبهم تصاعديا أقول له قياس زاوية أ أصغر من قياس زاوية باء أصغر من قياس زاوية مين؟ ج. لأن 40 50 90، وأنا عارف إن كل ضلع
بيقابلوا زاوية، والزاوية الصغيرة قصادها ضلع صغير. طيب عشان أجيب الضلع اللي قصاده زاوية أ، فقلت لك استثنى الرمز بتاع الزاوية وخد الضلعين التانيين، الرمزين التانيين، فيبقى من هنا الألف باء، زاوية أ قصادها الباء ج، هيكون أقل زاوية باء قصادها أ ج، هتكون أقل زاوية ج قصادها الألف باء. يبقى قدرت أجيب الأضلاع الصغير، الضلع الصغير باء ج، اللي بعده الألف ج، اللي بعده ألف باء. يبقى لو قال لك رتب أضلاع لازم ترتب زوايا الأول ومنها ترتب الأضلاع. لو قال لك رتب الزوايا فهيكون مديك الأضلاع، هترتب الأضلاع ومنها تجيب الزوايا. السؤال رقم 4 في الشكل المقابل: س ص ع في ص ل. ص ل ينصف زاوية س ص ع ويقطع س ع في ل. رسم ل م يوازي ص ع ويقطع س ص في م. اثبت أن المثلث ل م ص متساوي الساقين. تعال نترجم الكلام ده قدامنا على الرسمة عشان نعرف نطلع معطياتنا ونعرف نحل كويس. هو هنا بيقول لك إن في عندك توازي وفي عندك منصف. طب فين التوازي يا مستر؟ تعال ركز معايا كده. التوازي ده بيوازي ده. هستنتج إيه؟ هنا في قاطع. ما دام في قاطع إذا في حرف الزد. حرف الزد يعني الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. تعال نحددها بالأحمر، الحتة الحمراء دي بتساوي الحتة الحمراء دي. يبقى أنا كده عرفت إن في زاوية بتساوي زاوية. طب ما في الطبيعة أصلا الزاويتين دول كانوا متساويين، اللي هما الحتتين الحمر دول. يبقى في مثلث اللي هو الميم لام صاد في زاويتين متساويين لأن عددتهم بإكس. ما دام في زاويتين متساويين يبقى إذا المثلث ده متساوي الساقين. طيب نكتبها برهان إزاي يا مستر؟ تعال ركز معايا كده. فنقول له أول حاجة في المثلث الكبير س صاد ع، بما أن صاد لام ينصف زاوية صاد، يعني قياس زاوية م صاد لام تساوي قياس زاوية لام صاد ع. سمي دي رقم 1. طيب ده كده عرفت إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. طيب من التوازي نقول له بما أن م لام يوازي صاد ع ولام صاد قاطع لهما، يبقى إذا قياس زاوية لام صاد ع دي بتساوي قياس زاوية لام م لام صاد. سمي دي رقم 2. هنقول له من 1 و2 يبقى إذا قياس زاوية م صاد لام تساوي قياس زاوية م لام صاد، اللي هو الزاوية دي. ركز معايا كده، همسح ده كده عشان تاخد بالك. أهو الزاوية دي كده أنا أثبتت إن الزاوية دي كده والزاوية دي متساويين. يبقى منها بما إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي فإذا المسافة دي اللي هي الحتة دي هتساوي الحتة دي. فالميم صاد نكتب له كده بقى الميم صاد يساوي الميم لام. ميم صاد يساوي الميم لام. يبقى إذا المثلث ميم صاد لام متساوي الساقين. سؤال حلو وبسيط
وإن شاء الله تكونوا فاهمينه كويس جدا. باء في السؤال الرابع، ألف باء بتساوي الباء ج بتساوي الألف د بيساوي الباء د، وقياس زاوية ألف باء ج ب90 درجة، أوجد قياس زاوية د ألف ج. سؤال سهل وبيتكرر كتير في الامتحانات. هو هنا اداني مثلثين، واحد متساوي الأضلاع وواحد متساوي الساقين، وطلب زاوية د ألف ج. د ألف ج يعني طالب الزاوية دي. والزاوية دي عبارة عن زاويتين جنب بعض، الزاوية إكس وزاوية النقطة. طيب أنا عشان أوصل لزاوية إكس وزاوية النقطة لازم أشتغل في كل مثلث لوحده. فنبدأ في المثلث الصغير اللي هو ألف باء د، نقول له بما أن ألف باء بيساوي الباء د بيساوي ألف د. التلاتة متساويين، يبقى إذا قياس كل زاوية من الزوايا المثلث ألف بتساوي قياس زاوية باء بتساوي قياس زاوية د، كل واحدة فيهم بكام درجة؟ ب60 درجة. يبقى أنا كده قدرت أوصل إن الزاوية دي بكام درجة؟ ب60 درجة. أروح المثلث التاني، هو قال لي برضو إن ألف باء بيساوي الباء ج. هنقول له في المثلث ألف باء ج قياس زاوية باء بتساوي 90 درجة. بما أن الألف باء بيساوي الباء ج، يعني كده الضلع ده بيساوي الضلع ده، يعني المثلث متساوي الساقين، زاوية الرأس بتاعته ب90 درجة، يبقى أجيب كل واحدة من دول ب45 درجة. فأقول له إذا قياس زاوية ج هتساوي قياس زاوية ألف. طب دي نجيبها إزاي؟ تعالى أما أقول. هنقول له 180 ناقص 90 على 2، فكل واحد هتاخد 45 درجة. طيب دي بقت ب45 ودي ب45، فالمفروض عشان أجيب قياس زاوية د ألف ج أقول له إذا قياس زاوية د ألف ج تاني، قياس زاوية د ألف ج هتساوي قياس زاوية د ألف باء زائد باء ألف ج، يعني تساوي 60 درجة زائد 45 درجة، فدي هتساوي 105 درجة، وده المطلوب اللي أنا عايزه. شوف السؤال الخامس، ألف باء ج مثلث فيه ألف باء أقل من ألف ج. يقول لك إن ألف باء ده المسافة بتاعت ألف باء أقل من ألف ج. طيب وباء م ينصف المسافة دي كده بينصف، والجيم م ينصف. مفيش مشاكل، ده كده بينصف. اثبت أن الباء م، الطول باء م أقل من الجيم م. ما دام عايز أثبت طول، ركز بقى معايا، عايز أثبت طول أقل من طول أو طول أكبر من طول، فأنا كده لازم أثبت إن في زاوية أقل من زاوية. فتعال نشوف برهاننا نرتبه إزاي مع بعض عشان ما يغلطكش في الامتحان. ركز معايا كده يا شباب. نبدأ الأول في المثلث الكبير، نقول له بما أن، أو في المثلث الأول ألف باء ج، بما أن الألف ج دي أكبر من الألف باء، وممكن تقولها أقل من الألف باء، الألف باء أقل من الألف ج، العكس يعني. طيب ضلع أكبر من ضلع، الألف ج أكبر من الألف باء، تعال نحدده كده، ألف ج ده أكبر من الألف باء ده،
طيب قلت لك لو ضلع أ ج أكبر من أ ب، أنا حددت المثلث فوق أهو، لو خدت الألف والجيم ففاضل لك زاوية مين؟ زاوية ب، هتكون أكبر، أنا خدت أ ب يبقى فاضل لي زاوية ج، يبقى أنا كده عرفت إن زاوية ب أكبر من زاوية ج، زاوية ب دي كلها حط فيها شرطتين أهي، أكبر من زاوية ج دي. طيب بيقول لي إن الباء م ينصف زاوية ب، جميل، وبرضه الميم ج ينصف زاوية ج. طيب كده أنا عرفت إن في منصف بينصف زاوية ب ومنصف بينصف زاوية ج، يبقى المفروض بما إن باء كلها أكبر من ج كلها اللي هي واحد دي، بما إن باء أكبر من ج فأقول له نص، إذا نص قياس زاوية باء هتكون أكبر برضو من نص قياس زاوية ج. كده أنا قلت نص زاوية باء أكبر من نص مين يا شباب؟ من نص زاوية ج. يبقى المفروض بما إن نص الزاوية دي أكبر من نص الزاوية دي، يعني قياس زاوية م باء ج في المثلث م باء ج، قياس زاوية م باء ج هتكون أكبر من قياس زاوية أكبر من قياس زاوية م ج باء. يبقى نستنتج من هنا بعد ما أقول الزاوية م باء ج، الزاوية دي يا شباب اللي هي الميم باء ج دي أكبر من الميم ج باء، فأقول له على طول إذا المطلوب اللي أنت عايزه الجيم م ده أكبر من الباء م. السؤال الأخير يا شباب باء في الشكل المقابل أ د يوازي باء ج، بيقول لي هنا أ د بيوازي باء ج وأ باء بتساوي أ د، قال لي هنا في المعطيات إن الأ باء المسافة دي بتساوي المسافة دي، وقياس زاوية د أ باء ب 120 درجة، زاوية الرأس في المثلث المتساوي الساقين اللي هو فوق ده ب 120 درجة اللي هي الزاوية دي. قال لي قياس زاوية باء ج د ب 75 درجة، اثبت أن المثلث باء ج د متساوي الساقين باء ج د، المثلث اللي تحت. فتعالى نبدأ بالمثلث اللي فوق ونقول له إيه، بما أن في المثلث الأول أ باء د، بما أن أ باء تساوي الألف د وقياس زاوية أ ب120 درجة، يبقى إذا قياس زاوية باء بتساوي قياس زاوية د هتساوي 180 درجة ناقص 120 على الاتنين، فكل واحد هاخد فيهم كام درجة يا شباب؟ 30 درجة، يبقى دي ب30 درجة، دي ب30 ودي ب30.
طيب هو قال لي إن أ د، ركز معايا بقى، أ د يوازي ب ج، وب د ده قاطع لهما. يبقى استنتج من هنا يا شباب إن قياس زاوية أ د ب هتساوي قياس زاوية د ب ج. كل واحد ياخد فيهم كام درجة؟ 30 درجة. يبقى الزاوية دي كده كمان ب30 درجة. كده أنا عندي في المثلث اللي تحت الجزء التاني من البرهان، المثلث د ب ج، قياس زاوية ب بتساوي 30 درجة، وقياس زاوية ج تساوي 75 درجة. يبقى إذا قياس زاوية د هتساوي 180 درجة ناقص، نفتح قوس، نفتح قوس يا شباب، 30 درجة زائد 75 درجة يبقى 180 ناقص 30 زائد 75 درجة هيدينا 75 درجة. بقى كده في زاويتين متساويين، هي ال75 دي وال75 دي. فنقول بما أن قياس زاوية د بتساوي قياس زاوية ج، كل واحدة فيهم ب75 درجة، يبقى إذا الباء د بيساوي الباء ج. يبقى إذا المثلث باء ج د ده متساوي الساقين. نعتذر طبعا عن الكتابة الأخيرة ديت لأن تقريبا القلم البطارية بتاعته خلصت. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الامتحان بتاعنا، أتمنى تكونوا استفدتم. ولو استفدت وعجبك الشرح بتاعنا ما تنساش تعلق وتكتب لنا الكومنت الجميل عشان نستمر معاكم إن شاء الله. وما تنساش طبعا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.